في الحلقة دي هقول لك ازاي تتعلم انجليزي بطريقة سهلة كمان تتكلم زي الامريكان بالظبط. يلا بينا. طيب هو الموضوع مش كيمياء. اول حاجة تعملها ان انت تقتنع ان مفيش بديل غير ان انت تتعلم انجليزي وتتحسن فيه، يعني من الاخر كده تنوي ان انت تجتهد صح. تاني حاجة تعملها ان انت تختلط بامريكان اكتر وتحاول تمارس اللغة معاهم. الممارسة هي افضل طريقة لتعلم اللغة. ثالث حاجة بقى، لو انت متعلم بصري وسمعي ممكن جدا تتفرج على افلام الكرتون، لان اللغة فيها بسيطة والجرامر فيها ما بيكونش معقد قوي، بس بيكون مظبوط والكلمات طالعة واضحة. كمان شغل الكابشنز من تحت اللي هي الترجمه بتاعه الانجليزي عشان تقرا الكلام بالانجليزي وانت بتسمعه في نفس الوقت. لو عايز تبقى راجل اكاديمي جامد ممكن تخصص كل يوم نص ساعه على اليوتيوب تكتب فيهم الكلمات اللي انت بتتعلمها او اكتر 5 جمل لزقوا معاك وتتمرن عليهم بالنطق كويس زي في الفيديو ما بيقول بالظبط. ممكن كمان تعمل حاجه مهمه جدا ناس كتير قالت انها ساعدتهم، انك تاخد كورس انجليزي مبتدئين في كليه حكوميه. اي ESL كورس في كوميونتي كولج ممكن جدا يساعدك، وكمان هتعرف مستواك فين. افتكر ان انت مش داخل امتحان ولا عايز تثبت حاجه لحد، انت ببساطه بتتحدى نفسك عشان تحسن مستوى ثقافتك وتمسك زمام امورك في ايدك. اوعدك انك لو عملت كده وخصصت على الاقل من ربع لنص ساعه كل يوم، في اقل من شهر هتشوف نتائج كويسه جدا، والنتائج دي هي اللي مش هتخليك تبطل. يلا يا عم قوم، مستني ايه؟ ولو عوزت اي مساعده اكتب لي في الكومنتس او ابعت لي رساله. انا غلطت عشان انت تستفيد. سلام.